مرحبا وأهلا. يعني لازم تطلع لنا شيء مثل العفريت؟ ألا ترى أن الإقصاء جزء من منهجكم؟ جزء من دينكم أصبح الإقصاء؟ لا أريد في برنامج عقل متعطش لفكر الظلاميين. ما حبيت سالفة حمارة القايلة هذه. أتخلص من أفكارهم التي علقت في أذهاننا. أنا في برنامج هذا أخاطب جيل سيأتي بعد 20 سنة 10 سنوات، ونحن إن لم تسمعونا لا تدخلون الجنة. لهذا لا أريد أن تنجروا وأنجر معكم، ولا نريد أن ننزل لساحتهم، فساحتهم سيئة متسخة، يريدون أن يعلمون الدين بألفاظهم القذرة. برنامج صحيح الإيمان ينشر الفجور؟ نعم ينشر الفجور، صدقتم. اسمع واطرب نفسك، من لا يعرف الموسيقى لا يعرف الحياة. اجعل ساعة لنفسك وساعة لربك. 31 الصحابة كانوا يستمعون للعود، وإذا أنت ما تسمع للموسيقى أن لا تعلم معنى الحياة. اسمع وأطرب أذنك، وساعة لنفسك وساعة لربك، كما قال صلى الله عليه وسلم لحنظلة. هذا هو دينك وهذا الصح، وليس معناه تبديل الدين، لكن تعلم ماذا ألخص لكم؟ وليس أني بدلت الدين، ولكني أتخلص من حثالة الظلاميين وأفكار الظلاميين. طالما موجود الفكر الظلامي سيبقى برنامج رحيق الإيمان.